اللي يلاقيك ها يرسك 200 ها زواجك 200 يا عليك الله يرشد خلو الداير فرحي لي اديني قروش. بالله في ناس ماشية معاه ونعكس، يعني الواحد يقول لك يا أخي والله ها الزول داك عارض ولا الزول داك فقر، تلقى معاكسة في اتجاه في شغله فقر، في البيت فقر، في الشارع يقولوا لي الفقر، في حد العمود فتح الرداء اسمه العمود الفحري. يا شباب هوي والله الزواج ده سمح، والله سارعوا وتزوجوا، هاي فك العزوبية دي والله بيقفل لك باب المعاصي وبيفتح لك باب المحاكم. ايه بالمناسبة ايه الحرف الجاي ده ولك في واحد ساق معاه زوجته السوق اشتري لها حاجات، اما يمحشت جوا المرة ولك ما خلت حاجة، سكرت ب 30 توب ب 180 وبعرف وشنو كده كريمات ب 50 وجاي حاجات مرطبات وحاجات بتاعت شهر بقريب 100 ونقلات ب 70. لما جيت عليهم من السوق أما أقدر اشتري له كيس عود ب1000 ونص، المرة قالت لهم ما في حاجة مكملة قروشة غير الكرف ده. يا بنت هي والله خليك ورا حلمك مهما كان المنبه حقك رنة ما تصحي نهائي. مشيت الكويت دخلت لك السوبر ماركت قمت أشرت لك بتاع السوبر ماركت على الكبريت، قلت له دي بكم؟ قال لي دي دينار، قلت له أعرف نار لكن بكم؟ البنات الواد يشوف لها ولد سوداني يبكي تقول لك عيب راجل ويبكي، بس بنت تشوف لها واحد تركه في مسلسل يبكي تقول حي على الإحساس. يا الرجال هوي والله اعملوا حسابكم الواحد ما يعرس فوق زوجته ساكت، هذا خبر عاجل قال لك واحد اتزوج فوق زوجته رمته من الطابق الخامس. الحمد لله انا ساكن في الطابق الارضي. الصباح مشيت البقالة اشتري لي زبادي قام بتاع البقالة قال لي ده خالي من الدسم، قلت له انا خالي من الخرطوم. أنا ليت قروش الرصيد تعود يوما لنخبرها بما فعل فينا الإنترنت. واحد ماشي يحكي دار يحكي لواحد أنصار السنة قام قال لأبوه لازم أشوف النظرة الشرعية، أبوه خلاه يشوف النظرة الشرعية لقاه سمحة قال لي ساي من فوق لتحت. أبوه قال له هاي قلنا نظرة شرعية ماشية مقطعية. والله أنا زوج صغير ومسكين وأنا يعني في قمة البراءة، لكن دايما مشكوك فيني ما أعرف ليه. لا تناقش عاشقا ولا متعصبا، لأنه الأول يحمل قلبا أعمى والثاني يحمل عقلا مغلقا. بس ناقشوني أنا والله لا قلب لا عقل. معقولة العلاقات الجميلة لا تدوم؟ والله الكلام ده ما صح، والله أنا عندي علاقة لي 3 سنة بعلق فيها ملابسي.